فانت اتنصب عليك، دفعت فلوس وما خدتهاش، خدت شغل مضروب منك للي اتعاملت معاه. توضيح يا جماعه، لان في ناس بيتنصب عليها وهم فاكرين انهم بيتعاملوا مع فنون الاساس. مبدئيا احنا ملناش حاليا دلوقتي غير فرعين، فرع على المحور الجديد في الجيزه، والفرع الثاني في اسكندريه في المعموره شارع مصطفى كامل في وش البنك الزراعي. دول الفرعين الوحيدين لفنون الاساس، لان في ناس راحت اشترت من اماكن تانية وفاكرين انهم اشتروا من عندنا، وفي ناس بيتنصب عليها في فلوس، وفي ناس بتستلم شغل مضروب وهم فاكرين انهم بيتعاملوا معانا. فالفيديو ده توضيح لكل الناس علشان خاطر محدش لا يتنصب عليه لا في فلوس ولا في شغل مضروب، ومفيش اي ارقام تبعنا الا الارقام اللي انا هسيبها لك فوق الفيديو ده. الفيديو ده ان شاء الله انا هثبته لك على اول الصفحه عندنا، علشان اي حد يتغفل في فلوس، يتسرق في شغل، يحصل معاه اي مشكله، طالما مش متعامل معانا ما ترجع لناش. الارقام بتاعتنا مفيش غيرها اللي هسيبها لك فوق. اتعاملت مع اي رقم مش متسجل في البوست ده، انت ما بتتعاملش مع فنون الاساس. اتعاملت مع اي شخص مش داخل فروعنا، انت ما بتتعاملش مع فنون الاساس. احنا ما بنتعاملش مع عملاء من خلال ورش او من خلال المصنع، احنا بنتعامل مع العملاء بتوعنا من خلال الفرعين بتوعنا، او من خلال الاونلاين على الارقام اللي موجوده فوق الفيديو ده. اي رقم انت بتتعامل معاه مش مكتوب في البوست اللي فوق الفيديو ده، اعرف على طول ان انت بتتعامل مع شخص نصاب مش تبعنا. لو حصل معاك اي مشكله منك ليه ما ترجع لناش تاني. ده يا جماعه توضيح، وانا اسف اني بتكلم بحده شويه لان الموضوع بقى مستفز جدا. الناس بيتنصب عليها بره في فلوس وبتاخد شغل مضروب، وبيرجعوا لنا احنا يقول لك انا واخد ضمان، صلح لي الشغل. تيجي تدور ورا العقد اللي بيتكلم فيه، يبقى العقد اصلا مش خارج من عندنا. وفي ناس دفعت عربين لناس وما خدتش شغلها، برضه ناس بتكلمنا احنا دافعين عربون واتنصب علينا مش عارفه في كام. احنا عندنا مفيش الكلام ده، اللهم لك الحمد. احنا بنوضح اهو، احنا ملناش اي فروع غير الفرعين اللي انا بتكلم عنهم. فرع في الجيزه على المحور الجديد، على محور ناهيه الجديد، وهسيب لكم اللوكيشن بتاعه والعنوان فوق الفيديو. الفرع الثاني في اسكندريه في معموره الشاطئ في شارع مصطفى كامل في وش البنك الزراعي. المعرض هناك على مساحه 1500 متر في اسكندريه. المعرض هنا 3 ادوار، ما عندناش فروع صغيره، ما بنتعاملش مع العملاء بتاعتنا من خلال ورش. اديني قلت وعدت وكررت الكلام ده المره مليون. للمره الاخيره، اي رقم هتتعامل معاه مش متسجل فوق الفيديو ده، ايا كان الكلام اللي هو هيقوله لك منك ليه، مش تبعنا، بينصب عليك. اشتريت شغل حصل فيه مشاكل بعدين رجعت لي، والله احنا دلوقتي بنشوف الحاجه دي خارجه من عندي ولا مش خارجه من عندي. لو خارجه من عندي والله على عيني وراسي بنعملها. مش خارجه من عندي، هقول لك المكان اللي اشتريت منه روح له، او رقم التليفون اللي انت عملت معاه الاوردر اونلاين منك ليه روح له. محدش يقول لي لا اصل احنا وثقنا فيكم وعملنا وسوينا وجينا على السمعه والسيره. انت اتعاملت مع شخص تاني خالص، اتعاملت مع حد تاني خالص، ما جيتلناش اصلا، فاحنا مش هنحاسب على غلطك انت. فاحنا يا جماعه الخير بنوضح اهو، ملناش اي فروع للمره الثالثه والمليون الا الفرعين اللي عناوينهم فوق الفيديو ده. مفيش اي حد شغال مع فنون الاساس او داخل شركتنا غير الارقام اللي فوق الفيديو ده. اتعاملت مع اي رقم تاني، مع اي شركه تانيه، مع اي عنوان تاني، منك ليه. ايا كان الكلام اللي هيتقال لك ما يخصناش. احنا كلامنا واضح، التعامل معانا اما من خلال فروعنا او من خلال ارقامنا اللي فوق الفيديو ده. اتعاملت انت مع اي حد تاني ما نسمعش صوتك، مع كامل احترامنا لكل الناس، لان الموضوع بصراحه بقى مستفز جدا. ناس بره بتنصب على الناس تحت اسمنا، والناس بترجع لنا احنا يقول لك احنا جينا لكم واحنا عملنا واحنا سوينا وجالنا شغل مضروب وجالنا شغل مش عارف ماله واتاخد عربون ومش عارف ايه اللي حصل. احنا ملناش في شغل حلنبوحه ده، الكلام ده احنا ملناش فيه. انت كعميل اتغفلت، منك للي غفلك. احنا كلامنا واضح جدا، عناويننا معروفه وارقامنا معروفه. احنا شركه وفي ناس كتير اشتغلت معانا ومشيت، فاحنا مش هنلف ورا الناس دي واحد واحد نشوف كل واحد منهم بيعمل ايه. تمام؟ احنا كشركه بنوضح اهو، ما عندناش فروع غير الفرعين اللي ذكرناهم. مفيش ارقام تبعنا نتسأل عنها الا الارقام اللي فوق الفيديو ده. انا اسف جدا على الطريقه بتكلم بيها، ولكن والله العظيم الموضوع بقى مستفز جدا. واحد مكلمني واخد عفش من مكان في وسط البلد ويقول لي احنا مشترين من فنون الاساس، وبعت لي صور الحاجه، الشغل متدمر، الشغل متدمر.
يقول لك انا معاه ضمان. ضمان ايه يا عم؟ قلت له المكان اللي انت مشتري منه روح له. لا ده انا جاي عليك انت جاي عليا انا ازاي؟ انت رحت فرع تاني خالص، اتعاملت مع ناس مش تبعنا اساسا. يقول لي ما هم مسمين المعرض فنون الاساس، ما يخصناش. من بعد ما شركتنا بفضل الله نجحت، 1000 مكان سمى نفسه فنون الاساس، وكل لما ترن على حد النهارده يقول لك انا تبع فنون الاساس. وكان في ناس اشتغلت معانا ومشيت شغالين باسمنا لحد النهارده. فانت اتنصب عليك، دفعت فلوس وما خدتهاش، خدت شغل مضروب منك للي اتعاملت معاه. مفيش اي حاجه احنا مسؤولين عنها الا من خلال الفرعين بتوعنا او الارقام اللي فوق الفيديو ده. اتعاملت انت مع اي رقم مش موجود فوق الفيديو ده، رحت اي فرع غير الفرعين دول اتقال لك اي كلام، دي مشكلتك انت مش مشكلتنا احنا. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. الناس اللي حابه تتعامل معانا وتشرفنا على عينينا وراسنا، نتشرف طبعا بخدمتكم من خلال الفرعين بتوعنا اللي عنوانهم فوق الفيديو، او من خلال الارقام اللي مكتوبه فوق الفيديو ده، اللي على صفحتنا فنون الاساس، الصفحه الرئيسيه بتاعتنا، واللي على قناتنا على اليوتيوب بردك القناه الرئيسيه بتاعت فنون الاساس. اي تعامل مع اي شخص تاني مع اي مكان تاني انت ما بتتعاملش معانا. السلام عليكم.